ابتدى الفيلم على البطله وكان اسمها ايما، وكانت بتحب شاب اسمر وكان اسمه توم، وكانت بتفتكر الحديث اللي دار بينهم اخر مره، وهي كانت بتحاول ان هي تنهي العلاقه معاه. طلب منها انه يقابلها لاخر مره ولكنها رفضت وسابته ومشيت. بعد كده تروح للمقر العمل بتاع زوجها اللي كان شغال محامي. لما تدخل مكتبه بيكون في ملف محطوط على المكتب وتخرج منه صوره ليها وكان واضع عليها اثر التعذيب. تفتح الملف ويكون في صوره شخص شكله مجرم وترجع بالذاكره، وكان الشخص ده كان بيضربها بسكينه. بعد كده يدخل عليها زوجها زوجها يلاحظ ان هي مخبيه حاجه ورا ظهرها. لما يشد ايديها يشوف الصوره، بعد كده ياخد الصوره ويحطها مكانها في الملف وينصحها ان هي ما تفتحش الملف ده تاني علشان بيسيبها بالتوتر. لما سالته انت بتعمل ايه بالملف بتاعي، قال لها انه بيراجعه. بعد كده قالت له ان هي بتتمنى انه يضع الشخص ده في السجن بدل ما هو طليق في الخارج. خدها ويركب الاسانسير ويقابل الشخص اللي كانت على علاقه بيه في بدايه الفيلم، ويتضح انه شغال مع زوجها في المكتب. بدا الزوج يعرف زوجته على الشخص ده بحسن نيه وما يعرفش ان هم كانوا على علاقه ببعض. بعد كده اخدها في مطعم وادالها هديه، وكانت عباره عن كوليه ماس بمناسبه مرور 11 سنه على زواجهم. هي كمان تديله ظرف وكان فيه هديه عباره عن تذكرتين هيسافروا بيهم علشان يقضوا الاجازه. بعد كده الزوج ينسى الظرف اللي هي ادته له في المطعم ويمشوا. المشهد يروح عليهم وهو كان بيقول لها انه عامل لها مفاجاه، والمفاجاه ديت في جيب الجاكيت بتاعها. لما تحط ايديها في جيبها تخرج اصبل الراس يبتدي يغميها وياخدها في مكان بعيد. ولما يفضلوا ماشيين اكتر من ساعه قالت له ان هي هتفك الرباط من على عينيها، ولكنه يمسك ايديها ويمنعها وقال لها انها مفاجاه. لما شالت الرباط من على عينيها اتفاجئت ان هي في مكان يطل على بحيره، وكان في منزل في المكان ده وده كان منزلهم القديم، واخدها في المكان ده عشان يستعيدوا ذكريات الماضي. ياخدها في المنزل ويغمي عينيها تاني، ولما تشيل الرباط من على عينيها تلاقيه عامل جو رومانسي وشموع منوره وورد، وكان عليه كارت مكتوب فيه احبك ولن يفرقنا سوى الموت. بعد كده تتوجه لباب البيت وكانت الارضيه كلها مليئه بالشموع. وبعد كده تروح للباب وتحس ان في حد بيحاول يفتحه، وكان زوجها مش موجود جنبها. تقوم بقفله وتروح الغرفه وتفتحها تلاقي صور قديمه ليهم هما الاثنين، وكانت متعلقه بمشابك في كل مكان في الغرفه. تتجول في الغرفه وتتفرج على الصور، وبعد كده تشوف جهاز تسجيل اسطوانات وكان مكتوب عليه ورقه يامرها ان هي تشغل الجهاز. تشغل الجهاز وتسيب الغرفه وتطلع الدور العلوي. اما تروح اوضتها تلاقي جوزها مستنيها. بدا يعتذر لها وقال لها ان الفتره اللي فاتت كان في مشاكل كتيره ما بينهم وده سبب الاعتذار، ووعدها انه من اول النهارده يكون في بدايه جديده. اليوم التاني يجي وتصحى من النوم تشوف زوجها كان قاعد على السرير وكان رابط ايديهم الاثنين في كلبش واحد. ولما سالته هو عامل كده ليه، قال لها انه حان وقت الاستيقاظ وقتل نفسه. دخلت في حاله صدمه وحاولت بعد كده ان هي تفك الكلبشات ولكنها ما كانتش عارفه. كان الجو في المكان شديد البروده وكان البيت محاط بالسلوك من جميع الاتجاهات. بعد كده وهي قاعده تشوف التليفون وتمسك التليفون وتحاول تتصل ولكن ما كانش في شبكه في المنطقه. بعد كده تمسك المسدس وتحاول ان هي تضرب عيار تفك الكلبش ولكن المسدس بيكون فارغ. حاولت تخرج من الغرفه ولكن التحرك كان صعب جدا بسبب جثه زوجها المربوطه بيها. وهي بتتجول في المكان تلاقي فستان فرح وكان موجود خزنه وراه. بعد كده اخذت الفستان ووضعت جثه جوزها عليه وبدات تسحبه للدور الارضي، وكانت بتسحبه للخارج. لما تبص للخارج تشوف السلوك وتعرف ان الخروج من المنزل عباره عن انتحار. ترجع المنزل وتلاقي تليفون كان محطوط في فازه مليانه ميه، تحاول ان هي تشغله ولكن الميه عطلته. تروح المطبخ وهي بتدور تلاقي مفتاح السياره، تقوم بلف رجليها باكياس بلاستيك. بعد كده تخرج من المنزل وكان الجو شديد البروده وقدرت تسحب زوجها وتروح للجراج وركبوا السياره. بعد كده تشغل السياره وفعلا تشتغل ولكنها تتوقف بعدها مباشره. لما تشوف سبب التوقف تكتشف ان زوجها قام بالتخلص من البنزين. بعد كده لما تشغل كاسه السياره تسمع صوت زوجها وكان سايب لها رساله صوتيه وكان بيقول لها ان هو كان عارف كل حاجه ما بينها وما بين صديقه. تسيب العربيه وترجع تاني للمنزل. بعد كده تدخل الحمام وتحاول تنظيف نفسها من الدم اللي عليها، وهي بتبص في المرايه تشوف الهديه اللي زوجها جايبها لها وهي كانت عباره عن عقد من الماس. بعد كده تحاول ان هي تخلعه وتكتشف انه مش بيتخلع. بعد كده تسحب زوجها وتنزل الجراج في امل منها ان هي تلاقي اي شيء تفك به الكلبش، ولكن المكان ما كانش فيه اي شيء. بعد كده قررت ان هي لازم تطلع للمنزل تاني، وكانت بتسحب زوجها وكان وزنه تقيل جدا. تفشل في سحبه وتتزحلق من على السلم. بعد كده يجي لها نوبه غضب وبدات ان هي تسبه. حاولت تاني الصعود وفي المره دي نجحت. بعد كده اخذت عهد على نفسها ان هي لازم تحرر نفسها منه حتى لو كان ده اخر حاجه هتعملها وبعدها هتموت. بعد كده تاخده وتدخل بالغرفه اللي كان موجود فيها الصور، تشوف صورتها اللي كانت موجوده في الملف، كمان تشوف صوره الشخص اللي كان اعتدى عليها وكانت معموله بحجم كبير وكانت متعلقه في نفس الغرفه. بعد كده تلاقي التسجيل ولما تشغله تسمع فيه التحقيق الخاص بيها في واقعه الاعتداء. وكان في التسجيل بتقول ان الشخص خرج من الظلام وحاول ان ينزع منها الكاميرا ولكنها نجحت في تشغيل الكاميرا وحاولت الهرب منه وطلب المساعده. ضربها بالسكينه ولكنها كانت ماسكه المفاتيح بتاعتها وضربته بيها في عينيه وبعد كده فقدت الوعي. لما تسمع التسجيل يجي لها نوبه غضب وتبتدي بتدمير المكان. المشهد يروح عليها وهي كانت قاعده في الصاله وتشوف حد كان بيخبط على الباب. بعد كده يتضح ان هو توم اللي كان على علاقه بيها. لما سالته ان هو عارف مكانها ازاي قال لها ان هو جه بناء على الرساله اللي هي بعتتها له.
بعد كده قالت له ان هي ما بعتتلوش اي رسائل يروح عشان يكلمها. بعد كده يشوف الدم اللي على هدومها، لما يسالها عن زوجها تفتح له الباب علشان يشوف الوضع، وبدات تحكي له عن اللي حصل. بعد كده قال لها ان هو موت نفسه علشان المدعي العام فتش مكتبه وجه له تهم عن قيامه بالتلاعب في قضايا متعدده، وده كان سبب انتحاره الحقيقي. بعد كده سألها هل هي بلغت البوليس، قالت له مفيش أي وسيلة للاتصال وإن موبايلها تم إتلافه. بعد كده قالت له إن هو يتصل بالشرطة، دور على تليفونه وافتكر إن هو سابه في العربية على الشاحن، ولما يخرج علشان يجيبه يشوف عربية غريبة كانت جاية على المنزل، وقال لها إن العربية دي كان شايفها قبل ما يوصل لها على بعد ميلين، كانت واقفة على جانب الطريق. قالت له إن هي لازم يهربوا، رد عليها وقال لها إزاي هتهربي بالجثة اللي مربوطة. بعد كده قال لها إن هي تسيبه وتستخبى وهو هيتعامل مع الشخص ده. في الأول ما وافقتش، ولكنه هو أصر وخرج من البيت وقفل الباب وقال لها ان هي تقفله وراه بالمفتاح. استنى الشخص قدام المنزل، بعد كده الشخص يوصل بالعربيه ويركن العربيه وينزل ويقول له ان كان هو صاحب المنزل ولا لا. توم يقول له ان هو مش صاحب المنزل، ويرد عليه ويقول له ان صاحب المنزل كلمه واستدعاه علشان يجي يصلح الانبوب التالف، وطلب منه انه يفتح له المنزل. رد توم وقال ان المنزل مقفول ومش هيعرف يفتحه له، وعرض عليه انه ياخد فلوس التصليح ويمشي. بعد كده الراجل طلب من توم انه يدخله المنزل عشان يستخدم الحمام، رد عليه وقال له ان الحمام ما فيهوش ميه وعطلان. الراجل رد عليه وقال لتوم ان هو كان سايق من منطقه اسمها بافلو وهي بتبعد عن المنزل حوالي 250 ميل، في محاولة منه انه يوافق ويدخله للمنزل. ولكن توم يقوم بالرد عليه وقال له ان اللوحة بتاعة العربية كانت خاصة بمنطقة اسمها انديانا وليس بافلو، وقال له ان هو اداله الفلوس اللي هم كانوا متفقين عليها وطلب منه انه يمشي، ولكن نزل شخص تاني من العربية. بعد كده يقوم بضرب توم بالسكينة اكتر من طعنة ويدخل للمنزل، في حين ان ايما تكون مستخبية. بعد كده الشخص اللي معاه قال له هتلاقيه استدعى الشرطة، رد عليه وقال له لو كان توم استدعى الشرطة كنا سمعنا في جهاز اللاسلكي. بعد كده المجرم قال لزميله انهم لازم يعثروا على ايما وخلاه يقف في الدور الارضي، وقال له لو شفتها انده عليا. ايما تخرج من الباب الخلفي من المنزل وتروح على جراج القارب اللي مبني على البحر، ولكن اثر الدم كان موجود. يقوم بتتبعه شخص من المجرمين، حين ايما توصل للمكان وتحاول فتح الباب ولكن الباب كان مغلق. تلف حول المبنى وتدخل من طريق القارب الخاص بيه، تاخد من القارب حديده وتبتدي تقطع ايد جوزها علشان تفك نفسها منه، في حين ان المجرم كان ماشي على اثر الدم ورايح عليها مباشره. يقوم بكسر الباب ويدخل عليها، ولكن هي بتستخبى في القارب. لما يقرب من القارب يشوف زوجها كان مرمي بجانب القارب ولكنه ما يشوفهاش. بعد كده يخرج مذعور من المكان ويروح ينده على زميله، يرجعوا هما الاثنين للمكان. بعد كده زميله يروح ويكشف القارب، ولكن تكون ايما نجحت في الهروب من المكان وفكت نفسها. لما يفحص الجثه يكتشف ان هو الشخص اللي استاجرهم. زميله يقول له انه طالما هو اللي استاجرهم يبقى ملهوش لازمه انهم ينفذوا العمليه. رد عليه وقال له ان هما لازم عليهم انهم يفتحوا الخزنه وياخدوا اللي فيها ويمشوا، ولكن عشان يفتحوا الخزنه لازم يعثروا على ايما عشان تقول لهم على رقم فتح الخزنه. كل ده وايما كانت مستخبيه بجانبهم في المكان. بعد كده يخرجوا من المكان عشان يدوروا عليها. تخرج ايما وتقوم بلف رجليها ببعض الاكياس البلاستيك علشان تقاوم البروده. بعد كده تقوم بنزع صندوق الوقود الموجود بالقارب وتقوم بسحبه عشان تحطه في السياره، ولكن تلاحظ حد نازل فتقوم نايمه في وسط السلوك علشان تتخفى منه. فعلا تنجح في التخفي وتاخد الوقود وتدخل عند السياره تحط الوقود، ولكن واحد من العصابه كان واقف قريب من المكان ويسمع صوت ويبتدي يتوجه نحوها. فعلا يدخل عندها وهي تقوم بالاختباء. بعد كده يلف حوالين السياره وكانت ايما نايمه تحت. بعد كده يطلع السكينه ويقوم بضرب الاطار علشان يفرغ الهواء منه، وبكده يخليها تفقد اخر امل ليها في الهروب. تخرج وتدخل في باب خلفي للبيت. بعد كده المجرم يدخل وراها وكان شاكك ان هي موجوده في المكان، فيبتدي يخرج الكشاف. ايما تطلع على السلم عشان كانت بتحاول ان هي تصعد للبيت، ولكن كان الفرد الاخر من العصابه ساحب الجثه بتاعه زوجها وكان معدي من قدام الباب العلوي، والشخص الاخر كان بيدور عليها تحت، وكانت هي في النص محاصره ما بين الاثنين. لما تلاقي ان هي امرها ينكشف تضغط على ريموت السياره والسياره تعمل صوت، وبعد كده الفردين يرجعوا ويتوجهوا للجراج. تروح لتوم وتبتدي تفتشه عن اي حاجه تقدر تاخدها. بعد كده المشهد يروح للمجرمين ويتضح انهم اخوين، وان البيت ده كان بيتهم في الاساس، وكان الاخ الكبير عايز ينتقم منها علشان اخدت البيت بتاعهم، وقال لاخوه ان الاموال الموجوده في الخزينه هي تعويض عن البيت. بعد كده قال له ان اللي شغل الانذار حد معاه الريموت، واكيد هي اللي عملت كده علشان كانوا هيمسكوا بيها، وقال له ان هي لا تزال في المنزل ولازم نعثر عليها. لما رجعوا للمنزل شافوا جثه توم وكان منزوع الحذاء من قدمه. بعد كده شاور له وقال له انه هو هيدور فوق وانت هتدور تحت. بعد كده وهم ماشيين بيدوروا عليها يسمعوا صوت خطوات جايه من اعلى المجرم وهو بيتجول ورايح ليها. بعد كده يشوف كرسي كان حد قاعد عليه ومتغطي بملايه. لما يكشف الملايه يلاقيها شنطه وفيها مضارب هوكي. بعد كده تظهر ايما فجاه وتقوم بضربه بمضرب من المضارب. لما اللي معاه يسمع الصوت ويطلع المكان يلاقي اخوه
هو اللي مضروب وكان اسمه بوبي. كان بيحاول يفوقه وتظهر إيما من وراه وتضربه هو كمان. بعد كده تقوم بحبسهم في الأوضة وتكسر الأكرة وتخرج من البيت علشان تهرب، تتوجه للسيارة بتاعت تومي، لكن بوب يلحق بيها ويقوم بكسر الزجاج والإمساك بيها. بعد كده أخذ منها الجهاز اللاسلكي اللي كانت بتحاول تتصل بيه بالشرطة وقام بتكسيره. لما أخوه يقول له يلا بينا نهرب قال له لازم نفتح الخزنة الأول وإن هما لسه قدامهم وقت لحد ما حد يوصل لهم. يضرب إيما وتدخل في غيبوبة. تفوق، اول ما تفوق تشوف زوجها كان نايم جنبها. لما تحاول تقوم تكتشف ان هي مربوطه بالكلبش معاه. المجرمين يسحبوا الخزنه لحد المكان اللي فيه ايما. اول ما تشوفهم تقول لهم ان هي ما تعرفش كلمه السر بتاع الخزنه. بعد كده مسك رجليها وقال لها لو ما قالتش على الارقام هيقطع لها صوابعها. لما الشخص اللي معاه حاول انه يمنعه قام بدفعه بعيد عنه. بعد كده يمسك المسدس وقال له انه يبعد عنها. يساله بتعمل ايه؟ قال له مش لازم حد تاني يتاذى. خلاه يسيب السكينه وطلب منها ان هي تديهم كلمه السر ووعدها ان هم هيسيبوها على قيد الحياه. قالت له ان هي عمرها ما هتقول لهم على كلمه السر طول ما هي مربوطه مع زوجها. بعد كده راح لها وبدا يفك الكلبشات. فعلا فك الكلبش وقالت لهم على كلمه السر. بعد كده المجرم اخذ زوجها ودخل صباعه مكان البصمه ويدخل كلمه السر ويفتح الخزنه ويتفاجئ برساله مكتوبه على سطور ان الماس اللي هو بيدور عليه قريب من قلبها، وهنا بيقصد العقد اللي هو كان جايبه لها هديه ولبسه لها في المطعم. حاولوا يفكوا العقد ولكن كان يستحيل انه يتفك بدون قطع راسها. بعد كده لما بوبي قال لاخوه انهم لازم يقطعوا راسها اعترض وقال له ان هو هيحاول فكه بدون ان يؤذيها. بعد كده مسك المقص الحديدي وحاول انه يقص العقد وهو بيحاول يقوم بوبي باخذ المسدس منه ويهدد اخوه انه يبعد عنها. لما رفض ضربه في وشه. بعد كده ضغط على المسدس عشان يقتلها ولكن المسدس ما كانش فيه اي ذخيره. ايما تحاول ان هي تمسك بالسكينه اللي كانت في السرير ولكن بوبي ينقض عليها ويقوم بضربها. بعد كده اخوه يمسكه علشان ما يضربهاش يزقه على الحيطه يدخل في دماغه مسمار حديدي ويقوم بقتله بدون قصد. اما تمسك السكينه المجرم يقرر انه ينتقم منها. تقوم بينهم خناقه يقوم بضربها ونزع السكينه منها. تحاول تهرب ولكن يضربها بالسكينه في رجليها. يحاول يضربها بالسكينه ولكن تصده بالبرواز. يمسك المقص الحديدي وتقوم بضربه في راسه. كده الوعي لعده ثواني ولما يفوق يحاول انه يمسكها ويكتشف ان هي قامت بربطه بالكلبش في جثه زوجها. بعد كده يحاول انه يلحقها يقوم بسحب زوجها ولكنه يقع من على السلم. ايما تجري على السياره وتركبها ولكنها ما كانتش بتدور ويقوم بوبي بملاحقتها ولكنها تقدر تدور السياره وتخرج من المكان لكنها ما تعرفش توصل السير عشان السيارات اللي كانت موجوده. فتضطر ان هي ترجع تاني للجراج وتحاول ان هي تقتل بوبي ولكنها تفشل وتفقد السيطره على السياره وتقع في البحيره المجمده. المجرم يبتدي يسحب الجثه ويروح نحو السياره وهي كانت داخل السياره فاقده الوعي. بعد كده لما يفتح الباب ما يلاقيهاش في السياره. تحاول الهرب ولكنها ما كانتش لابسه حاجه في رجليها وما كانتش عارفه تمشي على التلج وكانت بتزحف على بطنها في اتجاه البحيره المجمده. المجرم كان بيحاول انه يمسك بيها وكان ماشي على البحيره المجمده وبيحاول يضربها بالسكينه ولكن السكينه ما تجيش فيها. بعد كده يمسكها من دماغها ويقوم بخنقها. بعد كده تمسك السكينه وتضربه في صدره يقع جنبها التلج. بعد كده ينهار وجثه زوجها تقع في الميه. المجرم يقوم بالامساك بايما ويسحبها معاه. المشهد يروح عليهم وهم تحت الميه وكانوا بيغرقوا ونازلين للقاع. كان بوبي ماسك في ايما ومش عايز يسيبها. بعد كده تشد السكينه اللي كانت في صدره وتغرزها في عينيه وتصعد للاعلى ولكن كان التلج مغطي البحر وما كانتش عارفه تطلع منه وكانت بتتخنق. بعد كده تدور على اي مكان يكون سهل ان هي تكسر التلج فيه ولكن الوقت كان بدا ينفذ وفي اخر لحظه تنجح ان هي تخرج وبكده نجحت ان هي تنقذ نفسها من الموت اللي كان مكتوب عليها. وبكده يكون نهايه القصه ونهايه الفيلم. لو عجبكم الملخص لو انت بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده. كمان تعمل لنا لايك وشير ولو انت بتتفرج على فيسبوك اعمل لايك وشير ولايك للبيج. اشوفكم فيديو جديد على خير. كان معاكم احمد الشرقاوي من قناه فيلم في السريع. الى اللقاء.